ميلي ترددت، بس قبلت لأن نينا أصرت. بعدها طلبت منها معروف تحجز تذكرتين لعرض برودواي وتحجز فندق ليوم السبت حتى تعوض أندرو، وأضافت إن سيسي راح تبات يما صديقتها وميلي تاخذ يوم عطلة. عاشت إيدج. بعدها ميلي راحت تجيب سيسي من الباليه، وإحدى الأمهات سألتها إذا هي الخادمة الجديدة لعائلة وينشستر. من أكدت المرأة قلت لها إن سيسي مرت بأشياء هواي، وكشفت إن نينا حاولت تغرقها مرة، وبعدين حاولت تنتحر بجرعة حبوب زايدة، وإن أندرو هو اللي أنقذهم الاثنين. لاحقاً واجهت ميلي إنزو وسألته شنو يعرف عن العائلة، بس نينا قاطعتها بعصبية وسألتها ليش اشترت تذاكر برودواي. ميلي ذكرتها إنها هي اللي طلبت، بس نينا اتهمتها بالكذب، وقالت إنها وسيسي المفروض يروحون لمخيم الفنون السبت الجاي، وأضافت إن التذاكر ما تنرد، فراح يخصمون سعرها من راتب ميلي. بهاللحظة وصل أندرو ونينا خبرته بالسالفة. أندرو طمأن ميلي وقال إنها مو مسؤولة تدفع. بعد أيام نينا وسيسي راحوا لمخيم الفنون. ميلي دخلت تتحمم، ومن طلعت صادفت أندرو. اعتذر منها بخجل وطلع. بعدين كللها إنه ما قدر يسترجع فلوس التذاكر، وسألها إذا تحب تروح وياه للعرض بدل ما تضيع. ميلي بالبداية ترددت، بس بالنهاية وافقت. لبست فستانا من فساتين نينا، حضروا العرض وانبسطوا. بالفندق أندرو حكى لها بصراحة عن شغله بإدارة شركة، معالجة بيانات ورثها من أبوه، وحكى لها شكد كان يتمنى يكون زوج صالح وعنده أطفال. سألها إذا تحب تنجب أطفال يوما ما، وقلت له إيه يوم من الأيام. وبينما كان يكمل إجراءات الدخول، ميلي طلبت من موظفة الاستقبال شاحن موبايل وعطتها فورا. بعدها راحوا لغرفتهم بالفندق ميلي لاحظت هواي رسائل غاضبة من نينا، فورا ورتها لأندرو. ميلي تعصبت وبكت، فأندرو حاول يهديها ويواسيها. تقربوا من بعض أكثر، وبالنهاية ناموا سوا. ثاني يوم الصبح أندرو أثنى على جمالها. بعد ساعة رجعوا للبيت وتنفسوا براحة من عرفوا إن نينا بعد ما واصلة، فبلشوا يتبوسون. بعد شوية دخلت نينا واعتذرت بسرعة عن الرسائل اللي دزتها البارحة. بدافع الفضول سألت نينا ميلي شلون قضت يوم عطلتها. ميلي كذبت وكلت راحت لباروي صديقتها ليكسي. نينا ابتسمت ومدحت طبخها. جانا ناوية أسألك، تعلمتي الطبخ من شناتي بالسجن؟ وبشكل عابر ذكرت لأندرو إن ميلي قضت 10 سنين بالسجن، بس تقول زين إنها تحاول تبدي من جديد. بعدها عطتها قائمة مشتريات وسألتها إذا استخدمت سيارتها للمشاوير، وأضافت إن موضوع الموسيقى بعد ما مرغوب. وهي بالسوق صادفت واحدة من أمهات المجلس ولاحظت موبايلها الجديد. المرأة نبهتها إن أغلب المربيات يرفضن ياخذن موبايل من صاحب العمل لأنه غالبا يكون جهاز تتبوع. فجأة استوعبت ميلي إن نينا يمكن تعرف بعلاقتها ويا أندرو. بعد لحظات وصلت الشرطة وقيدوها لأن نينا مبلغة عن سرقة سيارتها. بالنهاية وصل أندرو وأخذ ميلي وياه. اعترفت له إنها دخلت السجن وهي بعد بالثانوية، بس هو كلها ما محتاجة تشرح ماضيها، وإنه يعرف إنها إنسانة زينة. من رجعوا للبيت واجهتهم نينا بعد ما لكت إعلان عرض برودواي. اتهمتهم بعلاقة، بس هم الاثنين أنكروا. أندرو قالها إن ده تتوهم مرة ثانية. رغم هذا طردت ميلي فورا وطلبتها بفلوس، واتهمتها بسرقة ملابسها. ميلي انصدمت. فجأة أندرو انفجر غضب وطرد نينا من البيت. قبل لا تطلع صفعت ميلي بقهر. بعد ما طلعت نينا، ميلي عرضت تروح وياها لأنها تحتاج شغل وسكن مستقر حتى تلتزم بشروط إطلاقها المشروط. بس أندرو أصر تبقى وياه، وهي وافقت. خلال الأسابيع الجاية ميلي كانت حاسة بسعادة كبيرة. يوم من الأيام أندرو كلها بشكل عابر إن أمه تحب ابتسامته وهواي نسوان غيرها يحبوا همين. بيوم من الأيام وميلي دا تحضر الفطور، شافت إنزو دا يراقبها من برا. خبرت أندرو وهو فورا فصل إنزو من الشغل. بعدين اعتذرت ميلي لأنها كسرت طبق الخزف اللي جابته أندرو بالغلط. هو طمأنها وكللها تجمع القطع حتى يلزكوها. بهالمساء استقبلته وهو دا يفحص الطبق المكسور بدقة. سألها ليش ما نظفت القطع، فكلت له خافت تجرح نفسها، بس أومأ براسه بدون تعليق. بعدين أخذها لغرفتها وجاب شمبانيا. شربوا وبعد شوية بدوا يتبوسون. بعد فترة ميلي صحت ولقت نفسها وحدها.
حاولت تفتح الباب بس اكتشفت إنه مسكر من برا. بخوف وصراخ ظلت تطلب من أندرو يفتح الباب. هنا القصة ترجع كم أسبوع لورا. بعد ما نينا غادرت البيت، بدل ما تكون يائسة كانت حاسة براحة لأنها تخلصت أخيرا من سيطرة أندرو. يتبين إن أندرو كان مؤذٍ ومتلاعب، وكان مسيطر على نينا ومستغلها سنين. معاناة نينا بدت من كان عمرها 8 سنين، وعكس الإشاعات هي ما كانت اللي حرقت بيت أهلها. نينا كانت تحلم تصير محامية، بس حياتها تغيرت من وقعت بحب أستاذها وحملت بالسيسي وهو رفضها وتبرأ منها. تركت أحلامها واشتغلت سكرتيرة بمكتب محاماة. بيوم من الأيام مديرها لاحظ بقع على بلوزتها وطلب منها تنظف نفسها. بهاللحظة أندرو انتبه إلها لأول مرة. اعتذر نيابة عن محاميه وطلب من نينا تطلع وياه بموعد. بعد 6 أسابيع بس من المواعدة تقدم إليها وخطبها وهي وافقت. كانت حاسة كأنها عايشة قصة حب خيالية، بس بداخلها كان أكو شي مو مريح، خصوصا من عرفت إن خطيبته السابقة كاثي ألغت الزواج آخر لحظة. بيوم من الأيام أندرو لاحظ جذور شعر نينا طالعة وذكرها تصبغه. ثاني يوم شاف إنها بعد ما صبغته وقلت له نسيت. بعدما ودت سيسي لبيت صديقتها، أندرو دزها للعلية حتى تجيب ملفه. أول ما دخلت سكروا الباب عليها وأمرها تنتف 100 شعرة من رأسها وتحافظ على الجذور. قالها إن الشعر نعمة ولازم ينحفظ. نينا بكت بس نفذت كلامه. ثاني يوم رجعها تعيد من جديد بحجة إن شعرة واحدة ما كان إلها أب. من خلصت المهمة مرة تانية ركضت لسيسي واكتشفت إن المي اللي شربته الطفلة كان مخدر. أندرو دبر المشهد حتى يبين إن نينا حاولت تغرق سيسي. وصلت الشرطة وانحجزت نينا بمصحة نفسية. بالنهاية قابلت تاخذ مضادات اكتئاب حتى لو تحس بخدر عاطفي، بس حتى تطلع وترجع لبنتها. بس من رجعت اكتشفت إن أندرو كسب حب سيسي وخلاها تبين قدام الكل غير مستقرة. كان يمثل دور الزوج المثالي قدام الناس ويصور نينا كمريضة. أندرو كان يريد أطفال من صلبه، بس نينا ركبت لولب ودفت سرا للطبيب حتى يكله إنها عقيمة. ومع هذا استمر بإساءة معاملتها. إنزو حاول يساعدها تهرب ويزور جوازات، بس أندرو كشف الخطة. بعدين نينا فهمت نقطة ضعف أندرو، حبه للإعجاب، فقررت تخطط لهروبها وتجيب بديل إلها. وميلي كانت الاختيار المثالي، وحيدة ضعيفة ومحتاجة إنقاذ، بالضبط النوع اللي يجذب أندرو. بس من عرفت إن ميلي مسجونة سابقاً بتهمة قتل غيرت خطتها. إنزو وافق يراقب ميلي، ونينا استعدت تسافر لكاليفورنيا ويا سيسي. في الوقت الحالي أندرو رجع لموضوع طبق الخزف المكسور، وكل ميلي إنه ما يتعوض لأنه أكل منه من طفولته. هي أصرت إنه حادث، بس هو ببرود قال إن الإرث العائلي امتياز. دس قطعة من تحت الباب وأمرها تحفر خط ببطنها 21 مرة لكل قطعة مكسورة، وإذا غلطت تعيد من البداية. وهي تستعد تجرح نفسها تذكرت الرجل اللي قتلته كان غني ومحبوب والجميع يشوفوه قديس مثل أندرو. قتلته لأنه كان يستغل زميلتها بالسكن. الزميلة رفضت تشهد، وحتى أهل ميلي تبروا منها. وافقت على صفقة 15 سنة وطلعت بشروط بعد 10. استوعبت ميلي إن نينا اختارتها عمدا حتى تكون الطعم. نفذت 21 جرح وفقدت الوعي. بهالوقت نينا قالت لسيسي إنهم رايحين كاليفورنيا. سيسي اقترحت ياخذون ميلي وياهم، بس نينا قلت لها إن ميلي هسه ويا أندرو. ثاني يوم أندرو كل لميلي إنه فخور بيها ووعدها تنال أي شيء تريده إذا تفهم إن للأفعال عواقب. بهاللحظة ميلي طعنته بسكين كانت مخبيته بالثلاجة الصغيرة اللي نينا حاطتها قبل. حبسته بالغرفة واكتشفته كاميرات خفية بهدوء قاعدة تاكل ساندويتش، وشافت رسالة من إيفلين على موبايله. خطرت لها فكرة، جمعت أطقم الخزف وجابت كماشة وكلت له إذا ما يخلع سنه الأمامي راح تكسر كل قطعة جابتها أمه. بالنهاية خلع سنه، تركته وكدت له راح ترجع. بهالليلة رجعت نينا حتى تنقذ ميلي. سمعوا صوت من العليا، شافوا نينا تفتح الباب، وفجأة ظهر أندرو ودفشها وراها. بعد صراع ميلي هربت واختبت. أندرو حاول يقنع نينا يرجعون مثل قبل. بهاللحظة ميلي دفشته من الدرج
نينا فكت المصباح ورمته حتى يبان كأنه حادث. نينا خططت تشرح للشرطة إن أندرو انزلق وهو يغير المصباح. ميلي شكت إن القصة ما تنصدق، بس نينا أصرت تهرب. قبل لا تطلع ميلي حطت سن أندرو يم جثته. لاحقا نينا حكت قصة ملفقة للضابط. الضابط لاحظ إن الإصابات قوية، وكشفت إنها تعرف أندرو سابقا لأنه كان بعلاقة، وهي أختها كاسي اللي تدمرت نفسيا بعدها. بالنهاية تسجلت القضية كحادث عرضي. بعد أيام بالجنازة الأمهات عبرن عن تعاطفهن. إيفلين قالت إن أندرو كانت عنده ابتسامة جميلة، وذكرت إن الشرطة لكت سن مفقود يمها، وأضافت بسخرية إن اللي ما يعتني بأسنانه يفقد نعمتها. بعدين انتقدت ملابس سيسي بالجنازة. لاحقا نينا لمحت ميلي، شكرتها وعطتها فلوس حتى تبدي من جديد. بعدها ميلي حضرت مقابلة شغل بقصر فخم لوظيفة خادمة. المرأة اللي قابلتها قلت لها إن نينا هي اللي رشحتها، بس حذرتها إن زوجها صعب الإرضاء. ميلي ابتسمت بهدوء وسألت: متى أقدر أبلش؟ وهنا تنتهي القصة.